فيا رجال الليل جدوا، يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، لا يقوم الليل إلا من كان ذو عزم وجد. اي والله لا يقوم الليل إلا من كان ذو عزم وجد. فيا عباد الله، ألا يجدر بنا أن نتعرض لنفحات الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، فإنه جل في علاه ينزل إلى السماء الدنيا ليقول لعباده: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ تحرم نفسك من هذه النفحات، تحرم نفسك من هذه الرحمات، تحرم نفسك من هذه الخيرات. الله جل في علاه ينزل إلى السماء الدنيا، الله العظيم، الله الجبار، الله الكبير، الله المتعال، الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله ليقول لي ولك ولغيرنا من العباد: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ يريدك أن تتهجد بين يديه، يريدك أن تقوم مفتقرا بين يديه وأنت نائم أو قابع أمام شاشة التلفاز أو في مجلس القيل والقال، أو تقلب الجوال وتراسل بالواتساب إلى غير ذلك. ما هذا المستوى الهابط الذي وصل إليه كثير من الناس؟ الله عز وجل يدعوهم إلى الاستغفار والتوبة في ذلكم الوقت الفضيل وهم لاهون ساهون. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفرا يلقى غافرا، يقول: ألا مستغفرا يلقى غافرا ومستمنحا خيرا ورزقا فيمنح.